السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أبا حذيفة؟ طمني عليك. أنا حابب أتكلم المرة هذه يعني نقاط مهمة في الهدف من أني أنا تواصلت معك، والهدف من أني أنا حابب أن الموضوع هذا رغم أنه بيخص أمور يعني أمور حساسة في كيف أنه أنا تم النصب علي، وأنه للأسف كنت ساذج يعني لحد بعيد. لكن انا هدفي يعني حابب ان انا اضغط على الامور هذه كلها، وحابب انه انا يعني اكون زي ما بيقولوا، بلاش اقول كبش فدا، خلينا نقول يعني باذن الله اكون سبب في انه انا اوري الناس، جميع الناس اللي على اليوتيوب، يعني انه اصبح الدين على قنوات اليوتيوب هو سلعة رخيصة، سلعة بيستخدمها اصحاب النفوس الضعيفة والذين يجيدون التمثيل والخداع حتى يعني يسحبوا قروش وأموال ونقود الأشخاص اللي هو ممكن يخدعوا، أو العاطفيين اللي ممكن يظنوا إنه هدول الناس فعلا صادقين. يعني الناس اللي هم يعني زيي وزي أعتقد إنه في غيري كثيرين ممكن يظنوا إنه الشخص اللي بيطلع يحكي قال الله وقال الرسول يبتدي ينتقد في الأخطاء اللي ممكن تصير من غيره، والأمور اللي هي بعيدة كل البعد عن الدين، وإنه والله يجب أن نكون مهذبين، ويجب أن نكون مؤدبين، ويجب ألا نسخر من بعض ونحترم بعض. هذا كله في النهاية يصب في مصلحة إنه شباك بترمى وأفخاخ بتوضع في أماكن معينة، ومصائد وألغام حتى يقع فيها الناس اللي بيظنوا الخير، أو اللي ممكن يكونوا درجة الطيبة عندهم عالية، وممكن إنه يكون عندهم ظروف وأحوال عاطفية وظروف نفسية صعبة. اللي عنده ابتلاء بالمرض، أو اللي وعنده قدرة إنه ممكن يساعد بالمال، اللي عنده أبناء مريضين، اللي عنده أخوه مريض، اللي عنده ابنه مريض، اللي عنده كذا. فهدول ممكن يكونوا في وقت من الأوقات الضعيفة، يعني اللحظات اللي بيضعفوا فيها، فبيعتبروا انه يعني انه خلينا نعمل لوجه الله، خلينا نقوم بفعل لوجه الله تعالى، يعني باذن الله يكون سبب في شفاء ابنائنا، وشفاء اشقائنا، وشفاء اخواننا. اللي حصل معي تكرر مع ناس اخرين، يعني مش انا الشخص الاول. وللاسف الشديد انه لما انت تشيل من حاجه ابنائك، وتعطي لشخص قاعد على اليوتيوب وظيفته انه يمثل، حتى ما عنده القدره انه يعني يواجه الناس اللي بينتقدوه في امور الخطأ، ويعني بيبتدي يسخر منهم، يقل أدبه عليهم، ما عنده قدرة أبدا أنه يواجه في الكلام الحق، ويلعب على 100 خيط في الخفاء. الفكرة اللي حصلت معي هي أنه أنت بتظن أنه أنت لما تتواصل مع واحد زي النصاب أحمد محمد حسين عمر، اللي هو مسمي قناته اللي هو بيسمي نفسه الإمام المنجاوي زورا وبهتانا، وربنا سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم بريئان من أفعال أحمد محمد حسين عمر، ومن خداعه، ومن يعني سوء أخلاقه، ومن كذبه، ومن نصبه واحتياله. ونفس الطريقة من رضا فلقيلة، ومن كل واحد على شاكلتهما. يعني أي حدا على فكرة ممكن يكون كثيرين، يعني مش شرط هم الاثنين اللي أنا بقصدهم.
لما بديت ارسل المصاري والفلوس لرضا فلقيلة بشكل منتظم كل شهر 2000 جنيه، هو ما اكتفى بهذا الامر. يعني انا ما ظنيت ان احمد محمد حسين عمر وما ظنيت ان رضا فلقيلة لما يجي يطلبوا فلوس او لما يجوا يستعطفوك مشان ياخدوا فلوس، سواء كان ان انت تبدا تقول انا والله عايز اساعد المسلمين الجدد زي ما حصل معي مع رضا فلقيلة، كل شهر كنت ملتزم بشهريه 2000 جنيه. في بدايه تواصلي معه رد علي رد، والرد موجود عندي على الواتس، وقال لي بالحرف انا مش عايز اكتر من كده. انا ما المفروض الكلمه هذه انا اركز فيها، يعني ايه مش عايز اكتر من كده؟ افرض ربنا فتح علي اكتر وعايز اعطيك اكتر. انا طبعا قلت دي قدرتي ومعلش والله المستعان. قال لي لا انا مش عايز اكتر من كده. طيب يعني ليش انا ما حطيت في بالي؟ وهذا اللي بقوله لكل اخواني المسلمين اللي ممكن يفكروا يدعموا مثل هذه الاشخاص النصابه المحتاله. ليه ما تحط في بالك انه هذا الشخص عشرات ومئات غيرك بيتواصلوا معاه؟ يعني ال 2000 اللي منك او ال 100 اللي منك او ال 500 اللي منك، فممكن يكون قابلها 10000 و100000 و200000 و300000 مع مجموع الاخرين اللي هم بالعشرات والمئات. يبقى الرجل هذا ممكن يوصل له في الشهر ممكن 200 ولا 150 ألف ولا 50 ألف ولا 100 ألف. انت ايش عرفك بحدود الرقم اللي بيوصل له؟ يبقى هذه النقطة الأولى. انت لما تيجي تتواصل مع شخص فاتح قناة على اليوتيوب بيقول انا بدعو لله وانا ادعموني وانا حاطط باي بال وحاطط اللي هي باتريون وحاطط هذه وسائل دعم وفودافون كاش تمام، حتى لو مش حاطط يا سيدي، حتى لو مش حاطط، كون ان هو بيتواصل مع الناس من تحت لتحت وبياخدوا ارقامهم وعنده الفيس عارض رقمه ومستعد يستقبل ارقام من الناس ويتكلم مع الناس. طب ما هو بالطريقه هذه ممكن الناس يتواصلوا معاه ويدعموه من غير ما يكون عنده حاطط باترون ولا باي بال ولا هذه الامور، ويبعتوا له حوالات ويسترن يونيون من خارج مصر زي ما حصل معايا. اكثر من 3300 دولار لي هو شخصيا، للحرامي النصاب احمد محمد حسين عمر الكذاب المخادع اللي كان فقط بيستجيب للنصائح اللي كنت بنصحه اياها، وكنت والله العظيم ما كنت اريد الا الخير. وكنت اقول له دايما ابعد عن اليوتيوب وعن الاستفاده من اليوتيوب، ولا تخلي علاقتك باليوتيوب علاقه استفاده ماديه، ولا تخلي حدا يدعمك عشان يكون قرارك من نفسك. يروح على هذا ويشتري هذا وعارض نفسه للبيع، عارض نفسه كسلعه في مزاد. في اقدر ممكن واحد يتخيل قذاره وحقاره في شخصيه لواحد لسه في ريعان شبابه عمال جمع حوالي من 5 اشخاص في اقل من سنه ونص ما لا يقل عن 150 الف جنيه، وبيطلع بكل بجاحه بيحط على المنتدى بيقول الحقوني ساعدوني ويشحت انا عايز 2950 جنيه في اقل من عام ونصف. 5 اشخاص انا اعرفهم علم اليقين واشهد الله لا يقل عن 150 الف جنيه. انا لوحدي 3300 دولار لما كان الجنيه ب 15 دولار، لما كان الدولار ب 15 جنيه عفوا. انا لحالي يوسف دعمت احمد محمد حسين عمر ب 3300 دولار، غير 150 دولار عن طريق الباتريون او باي بال ناسي واحد منهم. لكن حوالات الويسترن نفسها وهي موجوده عندك يا ابا حذيفه، لو جمعتها هتلاقي مجموعها، وانا ارجو منك ان انت تجمعها كالكوليتر. انت لو لاحظت يا ابو حذيفه، وانا هرجع لما اتصل عليك اليوم ان شاء الله ارجع اكرر هذه المعلومه، انه انت لما بتعمل طبعا قبل 4 سنوات كان تحويل الويسترن يونيون في المملكه العربيه السعوديه كان لازم تقف طابور وتروح على المقر نفسه وليه اوقات دوام معينه، وممكن تلاقي زحمه وممكن ما تعرفش تحول. لكن من 4 سنوات تقريبا على دخلة كورونا المملكه العربيه السعوديه خلت الويسترن يونيون عباره عن ابلكيشن مربوط بحساب الاتصالات السعوديه، فتقدر تحمل الابلكيشن وتعمل تحويل وتودع فيه من حسابك البنكي وتعمل حواله، وفي اي وقت في اي لحظه انت قاعد ماشي مجرد ان يكون معاك انترنت تفتح الموبايل في اي وقت تسوي الحواله. فتخيل حوالات بالطريقه هذه اكثر من 3300 دولار باسمه هو. طبعا الحواله ممكن بعد تعملها وتطبع لها PDF ممكن تعمل لها الغاء،
لذلك انت هتلاحظ يا ابو حذيفه ان انا عشان اثبت ان هو اخذ بالحق وبالعدل صورت لك الصوره اللي موجوده برضه في نفس السيستم، اللي مكتوب تم الاستلام وتحتيها رقم الحواله. يعني انت لو فتحت البي دي اف، البي دي افات الثمانيه او التسعه اللي ارسلتهم لك، تمام، اللي انت لو جمعتهم هتلاقيهم فوق ال 3300 دولار. هتلاقي ان البي دي اف مكتوب فيه حاجه اسمها ام تي سي ان نمبر ده رقم الحواله. هتلاقيني باعت لك صور سكرين شوت نفس نظام اللي هو اس تي سي باي. بتعمل سكرين شوت للنظام هذا، بتلاقي انه انا عامل لك سكرين شوت مكتوب فيه رقم الحواله وفوق مكتوب تم الاستلام، وهتلاقي نفس رقم الحواله اللي هو تم الاستلام مكتوب تحت هو نفسه اللي موجود في رقم البي دي اف او البي دي اف اللي هتفتحه، عشان تطابق بنفسك وتشوف انه استلم فعلا. في حواله يا ابو حذيفه منهم قيمتها 740 دولار، دي انا ما حطيتهاش ولا بعتها في الحوالات الموجوده عندك. ليه؟ لان الحواله دي كانت لوالدتي واخواتي، فلذلك انا ما بعتهاش عشان ما تكونش من ضمن الايه، من ضمن الحوالات اللي ممكن تحسب، ولان دي الحواله هو سلمها لوالدتي. لما تثق في انسان يا ابو حذيفه لدرجه انه تخلي عفوا والدتك واختك واخوك يروحوا يزوروه في البيت، ويزوروا حماته ويزوروا حماه ويزوروا مراته ويشوفوا بنته، ويحصل بينهم ود ومحبه، ويستقبلوه محسن استقبال. كل ده عشان ايه؟ عشان في الاخر انت في فلوس بتستقبلها مني. لما تقول لوالدتي وانت عارف ظروفي، تقول لها دكتور يوسف وضعه صعب يا حاج ام حسن، اللي هي والدتي يعني، دكتور يوسف وضعه المادي في السعوديه عليه التزامات كتيره، والله يكون في عونه. لما تطلع وتبعت يا احمد محمد حسين عمر، تطلع وتكلمني تقول لي انا دخلت في موقع للمتاجره الالكترونيه واستلفت 25,000 جنيه من اصدقائي في ظرف يومين، وبعدين اكتشفت ان الموقع ده حرامي وراحت عليا ال 25,000 جنيه، وطلعت عملت بث ولسه عمل له اعاده نشر يا ابو حذيفه من حوالي يومين، اللي هو الموقع اللي هو بيتكلم عنه الالكتروني. يدخل على قناه ابو حذيفه ويشوف التنبيه اللي بينبهه للناس، ويقول لي انا اتنصب عليا في الحواله في الموقع ده ب 25,000 جنيه استلمتهم من اصدقائي لمده يومين جمعت 25,000 جنيه كان بيطلبهم الموقع عشان ينصب عليا، وفعلا حولتهم. طيب، وبعد ما اتنصب عليك بيتصل علي بيقول لي انا مديون لاخو مراتي ب 20,000 جنيه، ممكن تحول لي ال 20,000 جنيه كدين؟ وبعدين بيقول لي ده انا قلت للحاجه فاطمه صالح انه تديني، واذا كذا واذا ما عرفتش انا اردها لها فانت هتردها لها. طب ما انت عارف وضع المادي يا احمد، انت عارف وضع المادي يا احمد، وعارف ظروفي يا احمد. ليش كمان تروح عايز تلبسني مع حد تاني؟ ليش يعني؟ هل هذه طريقه؟ هل هذه اخلاق؟ يعني انت كنت قادر يا احمد ان انت تسلف 25,000 جنيه في خلال يومين، لما اقول لك ان والدتي في خلال الفتره اللي عرفتك فيها اكتر من مره محتاجه 2000 و3000 بشكل عاجل وانا مش عارف ادبر لها، فترد عليا وتقول لي طبعا ما كنتش يعني، بقول له عشان اشوف عايز رده فعله، بقول له مش عارف ادبر لها يا احمد، يقول لي اعانك الله، الله يعينك، بس دعاء. لكن عشان مصلحته الشخصيه راح استلف 25,000 جنيه في يومين يا ابو حذيفه، وراح نشر، وتقدر تدخل الان على قناه ابو حذيفه تتاكد وتشوف انه عمال ينبه الناس من النصب، وانه هذا موقع احتيال.
عرفت تدبر 25000 جنيه من اصدقائك عشان تحطهم في الموقع اللي اتضحك عليك فيه، لكن ما عرفتش تساعد اخوك يوسف اللي حول لك اكتر من 3300 دولار، غير موبايل مقفول، موبايل مقفول بكرتونته، كان من سنتين، من سنه ونص او اكتر، قرابه سنتين. حقه لما اشتريته مقفول 800 ريال تقريبا، نفس الموبايل اللي انا بستخدمه، نفس النوع بتاعي بالظبط، وجبته له بلون المانجا كمان، اللي هو الاصفر المانجاوي. غير فيتامينات طلبها مني مره، غير حذاء اشتريت له حذاء مره هديه، غير عطر، طلب عطر جبت له عطر برفيوم يعني رجالي. انا ما شفت في حياتي انسان نصاب بهذه القذاره. احمد محمد حسين عمر طول فتره تعامله تعرفه بيا وتواصله معايا عمره ما قال لي انه بيسعى ورا المال ككلام. عمره ما قال لي لو انا عايز المال ما كنت نشرت قناتي، ما انا كنت وافقت على كذا، ما انا كنت عملت كذا، ما انا كنت دخلت في كذا. انت عملت وقلت كل شيء. انت شفت مره وليد اسماعيل اللي طول عمرك بتنتقده، واللي بيني وبينك على الخاص ياما انتقدته، تمام، وانتقدته اصلا فيديوهات عندك. رحت جبت خليت او دكتور محمد رمضان اتوسط لك عنده وقال له انشروا قناته، خدت المقطع وحطيته عندك في القناه، انه شوفوا هو وليد اسماعيل بينشر قناتي. انت انسان ولا شيء، انت انسان حاقد، انت انسان مريض، انت انسان كذاب، انسان مخادع. تخيل يا ابو حذيفه، تخيل، تصور انه احمد مره من المرات كلم الحاجه فاطمه صالح وقال لها انا بنتي مريضه وعايز اعمل لها عمليه، مش كلم الحاجه فاطمه صالح، انا اسف، كلم دكتور محمد رمضان طبيب بيطري عايش في الرياض، من الناس برضو اللي كانوا بيدعموا رضا وبيحولوا له فلوس. وفي الاخر رضا، لو دخلت على قناه ناصح امين اللي هي احمد ابو مالك، هتلاقي رضا في مقاطع بيقول عن محمد رمضان، يعني المقطع ده اظهروه يعني لانه كان ستريم فيديو خاص وكشفوه. اتخانق مع محمد رمضان وقال له انت كنت بتعاكس البنات من خلالي في قناتي. محمد رمضان حول لرضا الافات مؤلفه عشان خاطر المسلمين الجدد والفقراء، وكان عليه اصلا في افطار يعني كان قضاء صيام وكفاره عن الفطور، كان عنده امور كثيره، وكان عمل عمليه يعني فكان بيبعت فلوس بشكل كبير لرضا. رضا في الاخر لما محمد رمضان كشفه، لو انت بتسمع في واحد اسمه اسلام الفيومي، كان محمد رمضان محول لاسلام الفيومي مبلغ من المال، وبعدين اسلام الفيومي قال له انت حضرتك محمد رمضان تقابله بالصدفه، قال له وصلك الامانه؟ قال له ما وصلنيش حاجه. وكان الوسيط رضا. تخيل، حرامي رضا كان الوسيط، اللي احمد هو اللي كشفه امامي وكشفه عندي وكشفه وعرف كل مصايبه من ربيع اسماعيل ومني. ففي الاخر عشان ينتقم منه ويطلعوا كشفوه، وكشفته الحاجه فاطمه والناس كلهم كشفوه انه حرامي، كشفوا رضا. وادخل على قنوات بالله عليك، اسالك بالله، تدخل على قناه ناصح امين تحت احمد ابو مالك وتشوف الفيديوهات اللي بتتكلم عن رضا، ولا 13 فيديو ولا 20 فيديو. شوف الفيديو بتاع اجمع الكثيرون على نصب واحتيال رضا فلقيله، شوف الفيديوهات اللي فيها الحاجه فاطمه صالح، محمد رمضان، شوفها كده بالله عليك، والله العظيم ستكسب اجر لما تكتشف بحقيقتك قد ايه انه اللي بيدافع عنه احمد وعارف حقيقته، الحراميه اللي بيدافعوا عن بعض. فقال له محمد رمضان لما قابل يعني تقابله في اليوتيوب او في الصدفه وكده، بيقول له يا اسلام حضرتك اسلام الفيومي؟ قال له ايوه يا دكتور محمد. قال له انا حولتك كده، وصلك الكلمانه؟ قال له ما وصلنيش حاجه، وصلني بس كذا كذا كذا. رضا بياخد الفلوس لنفسه. محمد رمضان وصلوا من الناس فوق ال 18 19 الف جنيه. لو دخلت على اليوتيوب، لو كلمت حتى الحاجه، يعني مش عارف يعني ممكن ابعت لك انا المقطع تسمعه بنفسك، بس انا افضل انك تدخل وتسمع الفيديوهات في برواق كده. فوق 19000 جنيه للاسلام وفيومي دوت، عشان كان بيطلعوا على انه مسلم اسلم جديد، كان بيخدع الناس. واسلام ده بقى له 25 سنه مسلم، هو عايش في القاهره. فتخيل يا ابا حذيفه لما يكتشف محمد رمضان هذا اللي هو الطبيب البيطري اللي بقول لك عليه،
انه رضا كان بياخد ما وصلش الامانه لاسلام الفيومي، وكان محمد رمضان محدد الاسلام، محدد لرضا، قال له انا عايز الفلوس دي الاسلام الفيومي تحديدا، ما وصلوش الفلوس. فطلع رضا في قناته، او طلعوا اتخانقوا مع بعض، تمام، في ستريم خاص، عملوا ستريم خاص عشان ايش؟ خلاص بقى انا عايز حقي والراجل ده ياخد حقه. فقعد يكذب رضا في الاخر، ده انت كنت خليك انت على جنب واسكت، انت كنت بتعاكس البنات من خلالي. تخيل. دول ده رضا في القيله، تمام، اللي بطاقته الشخصيه معايا، تمام، اللي لما جمعت كل الحوالات بتاعتي المحولها انا ليه، اللي هو ويسترن يونيون، 6 حوالات ب 12000 جنيه، 6 حوالات كل واحده ب 2000 جنيه، باسم مراته دعاء غريب، تمام، وحوالتين ب 1700 دولار ليه هو بطلب منه عشان خاطر اخوه المسجون، وحوالي 9 حوالات لاحمد محمد حسين عمر انا ارسلتهم لك، وان شاء الله هرسل لك حوالات رضا النهارده ولا بكره. حوالات احمد بفوق ال 3300 دولار ليه هو، وفي حواله ب 740 دولار دي كانت لامي، ما بعتلكش يعني، ما بعتهاش يا شيخ محمود عشان ما تحسبش مع الحوالات دي. في حواله برضه ب 740 دولار معايا ويسترن، ما ارسلتلكش اياها، موجوده عندي. لكن اللي عندك على الواتس دول ارسلتهم لك كلهم ليه هو شخصيا، لاستفادته الشخصيه. الكذاب. هل تصدق يا ابو حذيفه انه في واحد من حوالي اسبوع عرف بالقصه ديت، وكان ناوي يساعد احمد ويطلعه بره السعوديه، بره مصر، ويجيبوا السعوديه؟ الراجل ده خال مراته مساعد القنصل السعودي القنصل المصري في السفاره السعوديه في جده، السفاره المصريه في جده. الراجل ده مصري من الصعيد، تمام. دخلت على المواقع قبل اسبوعين 3 اللي فيها احمد بينشر نفسه وبيشهر نفسه بعد ما حط المنشور اللي بيشحت فيه على قناته، اعتقد ازاله، وفضحته هناك. فشاف الرد بتاعي ورد عليا وقال لي يا اخي انت عملت لله، قلت له يا اخي ده حرامي. فالراجل ده فاق، وطلعت الحاجه فاطمه صالح عارفاه وكلمته وطلب رقمي وكلمني، قال لي انت فوقتني، انا مخدوع، انا كنت هجيبه على السعوديه عن طريق خال مراتي. ده ايه البشاعه دي؟ اللي طلعت دافعت عنه عن عرضه وقلت ان هو مش مطلق زي ما انتوا كنتوا عارفين، وامي زارته واخواني زاروه. والله الموضوع مؤلم يا ابو حذيفه، مش قضيه خساره فلوس، القضيه اكبر من ذلك، القضيه انه الناس دي بتتاجر مع ناس بالافات مؤلفه. الحاج خالد العقبي اللي انا ذكرت لك اسمه اقسم لي بالله من حوالي اسبوعين 3 وهو بيكلمني، بيقول لي والله رضا فلقيله ده معاه عربيه انا ما اقدرش اجيبها، وخالد العقبي ده جواهرجي في مصر، ساكن في محافظه اللي هي قها، لو تعرف قها القليوبيه. اقسم لي بالله قال لي عنده عربيه من فلوس المحولين والداعمين، تمام، ما اعرفش انا اجيبها. انا لما حولت لهمام عبد العالي اللي هو صاحب قناه صفحات التاريخ، اللي انا طلعت معاه اللي انا خاطبته في اول ستريم، احمد شحت فيه بطريقه اللي هي كان الفخ من افخاخه، لما انا شقتي اتسرقت واتاخد اللابتوب، فوجهت له الكلام، قلت له يا همام، الكلام ده من 2 سنين وشويه، يا همام ساعد اخوك، يعني قرابه 3 سنوات، وانا في الشات يا جماعه ساعدوا احمد، ساعدوا احمد يا جماعه، ساعدوا يا همام، اخوكم في ضائق، وانا اول المساهمين. همام نفسه ما امه كانت في فتره بعديها تعبت، وحط منشور على قناته ان والدتي تعبت، ده طلعت على الستريم وكلمته صوتيا مباشر، قلت له يا اخي سمعت ان امك تعبانه، الف سلامه عليها. لما بعت له من حوالي 3 اسابيع شهر يا ابو حذيفه ايميل، عرفت اخد ايميله من صفحته على الفيسبوك، وبعت له كل شيء وخطبته وفضحت له احمد ورضا وارفقت له كل صور التحويلات. طلبت منه في اخر الرساله، قلت له بالله عليك
كلمني قبل ما تتواصل مع حد فيهم. ارجوك يا اخي كلمني الاول صوتيا، اتصل عليا باي طريقه. انا عندي تليجرام، انا عندي كذا، انا عندي اسمه ايه دول البرامج اللي هي المعروفه اللي زي تليجرام. قلت له سميت له 3 4 برامج. تخيل بعد ساعه وربع من الايميل، قبل ما تتم ساعه ونص، وفاجئ ان الشخص الحرامي اللي بقاله سنتين ما تواصلش معايا ولا كانه عرفني ولا كانه خد مني $1700 باسمه و12000 جنيه باسم مراته. وهبعت لك ان شاء الله النهارده او بكره الحوالات باسم مراته دعاء. تخيل ان بعد ما بعت له الايميل لهمام عبد العالي بعد ساعه وربع او ساعه ونص، لقيت لاول مره من 14 ابريل 2021 من اخر رساله وصلتني من الله ينتقم منه رضا فلقيله الحرامي، لما قال لي انا ملاحظ انك متغير عليا وانا كنت ليك اذن صاغيه والسلام، حتى ما قالش السلام عليكم ورحمه الله. بعت اول رساله، بعت لي اول رساله من حوالي اسبوعين 3. سنتين ولا كانه عرفني ولا كانه، والله ده كان عنده طفل مريض وكنت بطمن عليه وعنده القلب، اللي هو ابني عدنان. بعد سنتين. عارف ليه يا حاج محمود؟ لان حضره جنابه المحترم همام، الناس اللي بيخدعونا بقال الله وقال الرسول، راح بلغ احمد، راح اتصل على احمد، واحمد راح عرف رضا، قال له الحق ده يوسف بيقول عليك ان انت اسمك رضا فلقيله مش قلقيله، وبيقول عليك وبيقول عليك وانت حرامي وكذا وكذا. تخيل، تخيل القذاره، تخيل احمد القذر ورضا القذر وهمام المتآمر، همام اللي ما عندوش اي ضمير. ببعت له ايميل بقول له رد عليا، وببعت له الدليل وبعت له باسمي وعنواني وكل شيء وارقام ورقم تليفوني وتواصل معايا وانت يكون رده. وقلت له في اخر الايميل، وهبعت لك صوره من الايميل يا ابو حذيفه، هبعت لك صوره من الايميل تشوف الايميل. ما رد علي ولا كلمني، راح كلم احمد، مع اني قايل له في الايميل ما تتواصلش مع احمد، ما تكلمش احمد، كلمني انا الاول، ما تكلمش الناس هدول. شفت العصابات يا ابو حذيفه تتعامل ازاي؟ القدر اللي اسمه احمد محمد حسين عمر، الحرامي النصاب اللي عرفني ان رضا نصاب وخلاني اتوقف عن تحويل الفلوس لرضا، تمام، عن طريق ربيع اسماعيل. هو نفسه اللي لما قال له همام الحق ده في واحد اسمه يوسف باعت لي، وعرفت همام قلت له يا همام افتكرني، انا اللي دعيت لك وقلت لما كنت امك مريضه وطلعت على البث وكلمتك صوتيا من 2.5 سنين. انا اللي كنت على البث لما احمد انسرق ولا الحقوني، وانا قلت وخطيبتك قلت لك ساعده يا همام، وفعلا بديت اساعده من وقتها وحولته فوق $3300 وارفقت له كل الحوارات بتاعت رضا وبتاعت احمد. شايف القذاره وين يا ابو حذيفه؟ شايف القذاره وين؟ الايميل عندي ارسلته من حوالي اسبوعين 3 وهرسله لك ان شاء الله تشوفه. راح خبر احمد واحمد راح خبر رضا. الله المستعان. طولت عليك في المكالمه هذه، كانت مكالمه بس نوع من انواع انه اعرفك اللي بيحصل كفكره عامه، وان شاء الله النهارده اتواصل معاك باذن الله تكون صحتك تحسنت باذن الله تعالى. اكمل لك بعدين ان شاء الله اليوم ايش اللي حصل بعد ذلك. السلام عليكم.